السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة جايين بوصفة جميلة جدا جدا، وصفة الفراخ مع البامية اللي في الفرن الملزوزة. احنا بنسميها الملزوزة عشان بندخلها الفرن. تمام. معايا فرختين صغيرين الحجم، مش كبار يعني. طبعا ومعايا بصل وطماطم وورق لوري وحبهان ومكعب مرق وشوية ملح وفلفل. حضرت الحلة بتاعتي على النار وجهزت المية. طبعا انا مشغلة النار طبعا على الحلة، وبعد كده ضفت المكونات كلها اللي هي هنحطوها مع الفرخة اللي قلت لكم عليها دلوقتي. وبعد كده حطيت الفرختين بتوعي وبس. على كده هنزود مية لان انا لقيتهم ناقصين ميه بصراحه، فقلت لا، لازم يتزودوا ميه، لازم الفرخه تكون متغطيه بالميه وهي بتغلي. بنقفل عليهم الحله كده لغايه ما يتم السوا خالص. بعد كده هنعمل مع بعض التسبيكه بتاعه الباميه بتاعتنا. هي الباميه مدمعه بس احنا بنلزها في الفرن. يعني هي الباميه مدمعه، ممكن تعمليها طبيخ على النار وتغرفيها وتاكلي، وممكن تحطيها في الفرن بيديك طعم جميل، طبعا طعم روعه. طعم الفرن. طبعا اي طواجن بتدخل الفرن بتدي طعم تاني للاكله يعني. معايا انا طماطم، غسلتها وقطعتها وفرمتها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بحضر معايا البصل. التسبيكه اللي هي يعني بصل وطماطم معروفه دي. انا كان عندي البصلايه اللي انا خدت نص حطيتها جوه الشوربه، وده النص التاني اتفضل معايا، فقلت ان انا اقطعه بالمره مع مع البصلايه التانية اللي انا هي دلوقتي هعملها للتسبيكه يعني. لان لو قعدت مش هينفع. طالما اخدنا من البصل يا حبايبي، طالما البصل اخدناها استخدمنا جزء منيها وسيبنا الباقي، ما ينفعش تتساب. لازم تعمليها تستغليها. لو سبتيها هتدي ريحة مش كويسة البصلاية. فلازم ناخدها كاملة يعني. لان لو سبناها زي ما قلت لكم هتربي ريحة. حطيت البصل على النار ومعلقة سمنة كده حلوة، وهنشوح البصلة بتاعتنا طبعا تشويحة حلوة كده. ملح طبعا، لازم نحط ملح مع البصل، ونفضل نشوح طبعا في البصلة بتاعتنا. انا مش عايزاها تحمر، انا عايزاها عايزه اللون بتاعها كده يصفر بس كده يعني. لون البصلة تديني بس كده اللون الحلو المكرمل ده كده. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم اللي احنا ضربناه في الخلاط. تمام. تقريبا كده خلاص يعني، هي جربت تستوي، جربت يعني تتحمر البصلة معايا. تمام. الوصفة جميلة على فكرة، جربوها بجد، طعمها لذيذ يعني. اللي ما جربهاش قبل كده، البامية طعمها روعة روعة، غير خالص، غير لما بتعمليها في الحلة وتعمليها اللي هو نظام الطبيخ ده. لا، دي بتختلف خالص لما بتدخليها الفرن، بتدي طعم روعة. انا حطيت معلقة كزبرة كزبرة ناشفة. اللي حطيتها على البصل دي كزبرة ناشفة، بتودي ريحة الاكل في حتة تاني. حطوا ربع معلقة او نص معلقة، وشوفوا البصلة بتاعتكم في التسبيكة هتبقى طعمها طعم وريحة بصراحة. حاجة جميلة جدا، جربوه. انا اللي كانوا قاعدين بره اول ما كده، ايه اللي ماما، ايه الريحة دي؟ قلت لهم بعمل التسبيكة، بحط يعني الكزبرة معروفة، الكزبرة الناشفة بتعمل ريحة حلوة طبعا في الاكل. طبعا الفلفل بتاعنا والملح وربع معلقة سكر كده، عشان انا قلت لكم يعني على طول بقول لكم المعلومة دي، ان الطماطم، اي تسبيكة طماطم انا بعملها لازم احط لها شوية سكر عشان تبقى الطماطم التحديقة اللي فيها تروح يعني. بجيب التكاية دي بقى، هي دي بقى اللي بتودي التست بتاع البامية في حتة تاني، جميلة جميلة وطعم وريحة. بصوا، هي دي اساس البامية كلها الملزوزة. شوية الثوم المفرومين مع شوية الفلفل الاسود، دول يتحطوا قبل يعني في نص السوا بتاع التسبيكة بتاعتنا. اول ما نلاقي التسبيكه بتاعتنا كده في نص السوا بتاعها، انزل بالتومه. والتومه تكون تومه يعني نيه، مش يعني تومه فرمتها في الكبه واحطها على طول في الدمعه او في التسبيكه يعني. واقفل عليها شويه واسيبها كده 10 دقايق. بقى كده رجعنا لقيناها يعني تمام كده التسبيكه بتاعتنا. ضفنا الشوربه، شوربة الفراخ طبعا. ضفنا كده لغاية ما اخد الكمية او كمية الشوربة المطلوبة، اللي هي دي اللي هسوي فيها البامية طبعا. بس ما كترش عشان ما تبقاش معاه البامية معايا خفيفة، وما تجلش الصوص الدمعة عشان ما تبقاش برضو معايا الدمعة تجيلة.
تمام. انا طبعا كنت الباميه يعني مجلماها وغسلاها وشطفاها. وبعد كده بنزل الباميه دي على فكره ما بتتقطعش زي الباميه الويكه، لا دي بتتحط صحيحه. الباميه الملزوزه المدمعه بتتحط صحيحه يا ولاد. تمام. رصيت الباميه في الحله كده في الطاجن البايركس زي ما انتم شايفين، وبنزل بعد كده بالدمعه بتاعتنا وبالصلصه اللي احنا حطينا لها طبعا شوربه وزودناها شوربه. بنزل بالكميه كلها على الباميه زي ما انتم شايفين كده. هي خدت كل الخليط عشان انا عارفه طبعا المقدار بتاع الباميه بتاعتي، فحطيت يعني على قد كميه الباميه. يا دوبك تغطي كده الوش كده بالباميه، تغطيها. ممكن تحتاج في الاخر، انا احتاجت مني حوالي كبش او كبشين وهي بتستوي، زودتهم شوربه يعني. تمام. كده هدخل انا الطاجن بتاعي، طاجن الباميه الجميل الطعم الجميل التحفه ده بجد والله. الطعم بتاعه طلع طعم كده وانت بتاكل حاجة يعني جميلة. اللهم بارك. بصراحة اللي يجرب الوصفة دي بالهنا والشفا. حاجة جميلة جدا وطعمها لذيذ. البامية الملزوزة طعمها جميل جدا. انا كان عندي، بصوا يعني ما كانش عندي خيار عشان اقول لكم اعمل سلطة وكده. انا عندي حبتين طماطم وفلفلاية كده في التلاجة وشوية كزبرة خضراء وشوية جرجير. قلت يا بنتي ما تقومي تعملي لك شوية سلطة بالموجود، والموجود يسد والحمد لله. قطعت الطماطم تمام زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بعد كده رحت مقطعه الفلفلايه اللي عندي. بصوا يعني انا قلت لكم دايما نستغل اي حاجه عندنا في التلاجة في المطبخ عايزين نعمل. يعني انا ما وقفتش الدنيا عشان خاطر ما فيش خيار، لا طبعا. عملت السلطه وطلعت طعمها جميل جدا. قطعت الفلفل كده. وبعد كده انزل بعد كده بالخضره بتاعتي، وحطيت لها جرجير برضو. الخضره السلطه بتاعتنا حطيت لها حطيت لها جرجير. بصراحه يعني كان، بصراحة يعني ما شاء الله الأكل كله كان طالع طعمه جميل، سواء السلطة سواء الفراخ سواء الدمعة البامية الملزوزة. حاجة اللهم بارك بجد. يعني أنا عايزاكم بجد والله تجربوا الوصفة دي، جربوها بنفس الوصفة كده والطريقة بتاعتي والمكونات دي كلها وكل حاجة. كل التكات والحركات دي كلها جربوها وقولوا لي بعد كده ايه رأيكم. أنا عصرت ليمون طبعا، سلطة يعني ليمون أو خل اللي عندك. يعني عايز حط خل حطي ليمون طبعا، دي حسب الرغبه حسب راحتك انت يعني. ما حطيتش على فكره ملح خالص غير لما نيجي ناكل، لان الملح هيدبل الطماطم. ما نحطش الملح خالص للسلطه. لو انت هتاكلي دلوقتي حطي ملح، لكن لو لسه هتركنيها في التلاجة ساعه ولا حاجه ما تحطيش خالص ملح، لان لو حطيت الملح هيدبل الطماطمايه وانت بتاكلي السلطه هتلاقي الطماطمايه كده طريه معاك فمش حلوه. فتحطي ملح، تحط الملح وانت بتاكلي وانت رايحه تاكلي يعني للسلطه. خد المعلومه دي برضو يعني ان شاء الله كده، يعني نكون كده يعني بنفيدكم ان شاء الله بالمعلومات دي ولا. اللهم امين يا رب. عملت طبعا الرز ابو شعريه، نزلت شويه زيت احنا بنستخدم زيت. رز يعني زيت، ما بحطش سمن خالص للرز انا. شويه زيت كده سخنوا، وبعد كده نزلنا الشعريه حمرت كده اللون الحلو ده. ونزلت بالرز على الشعريه على طول. ونقلب بعد كده ندمج الشعرية ونديها تشويحة كده، نشمع الرز شوية يبقى الرز مع الشعرية كده. وزي ما قلت لكم التكاية بتاعت ماما حورية بتعمل بتسقي الرز بالشوربة. مش بجيب مية الحنفية خالص للرز انا، لا بحط من الشوربة بتاعت الفراخ على الرز، بيطلع الطعم برضه ما اقولكمش حاجة كده. يعني تاكلي رز كده وادعيلي بعد كده. رز ابو شعرية لما بيتحط له شوربة الفرخة بيبقى طايب، بيديكي طعم الفراخ كده، طعم الشوربة الحلوة الدسمة المسكرة دي ما اقولكيش. بعد كده على الرز وبيطلع واحدة واحدة ومفلفل كده وزي العسل. انا حطيت كمية الشوربة المناسبة للرز. ونشوف بقى ندوق كده، نشوف عايز ملح تاني نظبط الدنيا في الملح. حطيت ملح انا لان لقيته عادم شويه، وحطيت شويه فلفل اسود. يعني معروف طبعا الفلفل بيحب الرز والرز بيحب الفلفل، فهو لازم الرز طبعا والفلفل طبعا. قلبت خالص كده، يعني بقلب الخليط بتاع الرز ده، وبعد كده بغطي عليهم على اول ما يغلوا اول غلوه، وبعد كده اروح موطيه النار خالص، اخليها كده زي اللي بيقولوا زي الشمعه كده، يعني نار صغيره كده خالص. عندك شياطة حطي شياطة لو انت خايفة من الرز لا يشيط. بنزل بعد كده التحمير الفراخ بتاعتي. انا حبيت ان احمرهم على البوتاجاز بصراحة. انا حبيت ان الطعم ده بصراحة ما حبيتش ان انا ادخلهم الفرن، لا قلت لا نفسي احمرهم في شوية سمن كده على النار. اتوحشت التحميرة اللي فوق البوتاجاز دي بصراحة. بقلبهم طبعا من الناحية دي مرة ومن الناحية دي مرة. كل ما بحط
الناحيه دي عن مره، والناحيه دي برش فلفل اسود طبعا، ده لازم، دي خطوه دي لازم بعملها انا، وانتوا اعملوها برضو في اي نوع لحوم او فراخ. طالما دخلت الفرن الحاجه او بتحمريها الطيور، لازم ترش بقى رشه الفلفل الاسود دي لازم طبعا. وده ايه الصينيه بتاعتي، صينيه الباميه الملزوزه جوه الفرن اهي، شويه شايفين يعني بتستوي كده مع نفسها. فانا حبيت قلت اعمل دول لغايه ما هي تستوي وتخلص، يعني اكسب وقت، يعني اخلص الفراخ تتحمر، وفي نفس الوقت الباميه بتاعتي بتستوي جوه الفرن يعني. وكده يبقى كله طاب في وقت، يعني استوى وطابوا كلهم في وقت واحد بقى، الفراخ والرز والباميه وكله. انا كده خلاص يعني شمعتها من جميع النواحي، حمرت الفرخه من كل النواحي، لازم من الناحيه دي شويه ومن الناحيه دي شويه والظهر شويه وكده شويه، لغايه ما نخلي الفرخه من جميع النواحي متحمر طبعا. وزي ما قلت لكم في كل ناحيه لازم ارش ملح وفلفل، تمام كده. جاء اللحظه الحلوه اللي الكل بيحبها، لحظه الغرف بقى، واحنا هناكل بقى كده. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب ان شاء الله، اللهم امين يا رب. لو انت لغايه دلوقتي بتشاهدي القناه عندي والمحتوى، يا رب ان شاء الله يا رب كده ربنا يعطيكم الصحه والعافيه، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش حبايبي المتابعه للقناه، وكومنتاتكم الحلوه اللي يعني بتخليني استمر واعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. ما تنسوش الاعجاب بالفيديوهات بتاعتنا، وتشاهدوا كده الفيديوهات بتاعتنا، الفيديو ده تسمعوه كده للاخر، وفيديوهاتنا اللي فاتت يعني تسمعوها وتستفادوا كده على قد يعني على قدر المستطاع. نفسي ان انا افيدكم كده، ولو تطلعوا من كل فيديو ولو بمعلومه كده ان شاء الله، ان شاء الله تبقى في ميزان حسناتي يا رب كده، وانتوا تستفادوا فيها بيها يا رب ان شاء الله يا رب العالمين. انا كده غرفت الرز ابو شعريه بتاعنا الحلو الجميل اللي طالع حلو، رزايه وحديها كده ومفلفل كده ومش متعجن مننا ولا حاجه، وحاجه كده حلوه. والفراخ اهي طلعت، ورشيت عليها شويه خضره كده جرجير يعني لزوم كده للشكل الجميل. وادي صينيه الباميه الملزوزه طلعت كده حاجه ما اقولكمش، طعمها كان تحفه تحفه تحفه. وادي السلطه بتاعتنا بس كده. وكانت الاطباق بتاعتنا النهارده دي باميه ملزوزه مع سلطه مع رز وفراخ، حاجه كده ما شاء الله بصراحه. يعني جربوها وقولوا لي عملتوا ايه في الطعم، وقولوا لي اخبار الطعم ايه بتاع الباميه وكده. واتمنى لكم يا رب ان شاء الله كده مشاهده ممتعه ان شاء الله، وتستفادوا دايما بفيديوهاتي. وشكرا يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.